الفنان ريان في تونس واخيرا بعد 18 سنه برشا ذكريات على المسرح هذا المسرح كرتاج. نعم. شاركت المسرح مع الفنانه المصريه شيرين. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعدلوني سألوني الناس عنك سألوني. وانت طالع على المسرح شنو الذكريات هكا اللي رجعت لك؟ الصراحة لحظة صعودي على المسرح كان شعور متضارب، يعني بين الفرح والمسؤولية ورهجة المسرح. فشعوري رائع جدا وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم بتونس وبكرتاج بهالحفل الحلو. يعني ما في خبرك قديش مدى سعادتي وفرحتي اليوم انا بهذا الحفل اللي انا شاركت فيه. شفناك متمكن من الاغنيه التونسيه عجبنا على السابق. الحمد لله الحمد لله. حكينا الكواليس تاع البروفا على الاغنيه ذيك. ما عملناش بروفا، ديريكت. ما فيش بروفا، ديريكت على المسرح. كمان المايسترو، اسم الله عليكم. هيدا بفضلك يا مايسترو اليوم. ايش حسيت وانت تغني في اللهجه التونسيه؟ مسؤولية، مسؤولية. وطبعا يعني الواحد بحب يقدم الأغنية وقد ما في يقدر يصيب اللهجة التونسية والروح التونسية. فنشكر الله على النجاح وعلى التوفيق من رب العالمين، والحمد لله انه البيرفورمانس كانت رائعة جدا الحمد لله. هو يقول لك الجمهور التونسي جمهور ذواق، جمهور صعيب فنيا، فما تفاعل كبير شفنا. الحمد لله الحمد لله. وهيدي انا بعتبرها هيدي ثروتي وهيدي نجاحي وهيدا اللي انا قدرت اكسبه، انه اكسب محبة الناس. منا سهلة انه تكسب محبة وثقة وحب الناس، وخاصة الجمهور التونسي. فكل التحية للجمهور التونسي. لو كان نقول لك فنان تونسي تحب تتعامل معه، لو نقول لك صابر الرباعي مثلا. شرف كبير شرف كبير شرف كبير شرف كبير طبعا. يعني الاسامي اللي ذكرتها انا بتشرف فيها، وهي اساتذه كبيره وقامات كبيره بالفن التونسي، فاكيد بتشرف طبعا. إذا ربنا كتب لي عمر جديد كرمال ارجع اشوف هذا الجمهور الطيب الحلو